السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سمعت ايه؟ خير اللهم اجعله خير. كوباية الزبادي ب10 جنيه. طب يا جماعة ليه؟ حرام كده. ده انا بكيلو لبن وكوباية زبادي عملت 7 طواجن بسم الله ما شاء الله، والطاجن حجمه ضعف كوباية الزبادي، بس مش اكتر من كده، وطريقة سهلة وبسيطة. جبت كيلو لبن جاموسي من عند اللبان وغليته وسبته كده يبرد، يبقى زي رضعة البيبي، يعني زي دمعة العين كده، يكون دافي مش دافي قوي ولا سخن بس. وحطيت عليه كده كوباية زبادي بدرجة حرارة المطبخ، وحطيته في الخلاط كده، وهضربه بقى كده ضرب مبرح لحد ما يبان له صاحب. وبعد كده هو هيعمل بقى فوم كده ورغاوي كده جامده بسم الله ما شاء الله. هي دي اللي هتعمل لنا القشطه. مش عايزه اقول لكم ان احنا هناكل زبادي، لا والله احنا هناكل زبده بسم الله ما شاء الله، ولا محتاجين جهاز ولا الكلام ده خالص. انا هولع الفرن كده على درجه حراره 180، وهسيبه كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده هطفي الفرن. هنا بقى كده انا بصب الزبادي في الطواجن بسم الله ما شاء الله. بصوا شكله حلو ازاي. الفوم ده بقى اللي هيعمل لنا القشطه الجميله. اللهم بارك. لو وصلتي لحد هنا يا قمر، ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك، وشير كتير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. وعلى فكرة، مش لازم خالص يكون عندك لمبة في الفرن، انتي بس هتعتمدي على السخونية بتاعة الفرن، زي ما سخناه كده وطفيناه قبل ما نحط الزبادي، وهنسيبه بقى كده من بالليل للصبح، وبإذن الله هتلاقي أحلى زبادي بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. دعوة حلوة من قلبكم بقى عشان خاطر الفيديو الحلو ده بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى عملت معايا كمية حلوة ازاي. وما تنسيش ان حاجتك في بيتك بتبقى انضف واوفر واحسن كتير من حاجة الشارع. انا مش بقول كده والله عشان اقطع عيش حد، بس انا فعلا بحب حاجة البيت قوي. بصوا بقى كده هو بعد ما طلع من الفرن بسم الله ما شاء الله تاني يوم، اللهم بارك. الزبادي جامد كده ومش مصيص ولا مهزوزة في الطاجن ولا اي حاجة بسم الله ما شاء الله. بصوا، خرافة. جربوه وعلى ضمانتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.